احنا اتكلمنا عن بوتاجازات كتيرة قبل كده. انا المرة دي مش جايبك تشغليه، بس انا جايبك تتفرجي عليه وعلى جماله وتستمتعي وانتي بتطبخي وانتي مرتاحة. كنت فاكرة الوضع هيبقى عادي، بس حاجة تانية خالص لحد ما جت الفرصة. لمست البوتاجاز بإيدي، شكله مختلف تماما عن أي بوتاجاز تاني. الناس اللي بتحب شكل ومهتمية بواجهة البوتاجاز والأكر والحوامل والفرن، جايبلك النهاردة بوتاجاز فيه كل اللي بتحلمي بيه. البوتاجاز اللي معانا النهاردة حاجة كده تحفة، تشدك أول ما عينك تشوفه، هتروح عليه حاجة كده تخطفك وهتلفت نظرك. البوتاجاز اللي معانا يا ترى اسمه ايه؟ يا ترى اسمه ايه؟ اللي معانا النهاردة بوتاجاز فريش بروفيشنال روستد جولد هيدروليك، واحد من أشيك البوتاجازات الموجودة في السوق، واللي حقق أكتر مبيعات في السوق المصري. لكن السؤال اللي اتكرر كتير، ازاي اشغل الفرن والشواية بالتايمر؟ وهل دي ميزة ولا عيب في ضبط الوقت الفرن والشواية؟ وهل لونه الذهبي اللي بتميز بيه البوتاجاز بيقشر او لونه بيتغير بعد فترة؟ وهل الأكر بتسخن ولا لأ؟ وهنتكلم ليه نار الشواية بتطفي بعد قفل الباب ب5 دقايق. هنبدأ نشرح كل تفصيلة في البوتاجاز، وهنختبر كل جزء فيه وازاي تشغليه ومميزاته، واخر الفيديو هنتكلم عن عيوبه. بس قبل ما نبدأ فعلوا الجرس واشتركوا في القناة. اهلا بيكم جماعة الخير. هنتكلم عن اول حاجة، اللون الذهبي اللي بتميز بيه البوتاجاز ده. حقيقي البوتاجاز ده شدني انا من كتر جماله، عيني مش عايزة تروح من عليه. اللون الذهبي اللي بتميز بيه البوتاجاز ده يخطف النظر، حاجة تحفة كده يعني. لو انت شفتيه هتقولي هو ده، انا عايز اغير بوتاجازي. بس هل اللون ده بيقشر او لونه بيتغير؟ الحقيقة احنا فاهمين غلط. لما يجي نتكلم على اللون الذهبي يعني عايز استعمال نظيف، لان اي خربوش هيبان فيه، بعكس الاستانلس طبعا اللي هو الفضي مش هيبان قد كده يعني، عشان لونه مساعده. يعني المفروض اخلي بالي من معلقة تقع عليه او اي حاجة فارت منك يعني. بعد ما تخلصي بسفنجة ناعمة ونضفيه، وطول ما هي باينة قدامنا تبقى طبعا سهلة يعني، هنقدر ننضفه طول ما حاجة قدامنا. اي نعم انا بديكي لون جميل وشكل حلو، بس محتاج منك يعني محافظة. يعني اللي يعرف يجاوب على السؤال للون الذهبي ده هو انت. زي اي حاجة جديدة بنشتريها زي تلاجة غسالة محتاجة محافظة. كمان البوتاجاز بينزل من غير ازاز ظهرية، يعني ينفع نركبه بين الرخام زي البلت ان بالظبط، لانه واخد تهوية جميلة. بالنسبة للحوامل بتنزل من الظهر، يعني الظهر يعني بتحتفظ بالحرارة، بتخلي الاكل سخن لفترة طويلة، وكمان خفيفة مش تقيلة قوي، يعني سهلة تشيليها وتنضفيه. ممكن بس يحتاج منك وقت لان الظهر بيلزق فيه الاكل. كمان بينزل معانا حامل قهوة، لو جينا شفناه الحامل قهوة الصغير، بس بيجيبوه مش جايبينه خفيف بقى، جايبينه ظهر الحامل الصغير ده. لو اتكلمنا بقى على سطح البوتاجاز اللي هو الاستانلس المطلي بالذهب، هتلاقيه فيه سطح البوتاجاز مقسوم ل3 غرف. كل غرفة طبعا فيها العينين، والعين اللي في النص واحدة وفي عينين كمان. تمام. بتيجي الغرف دي كلها، دي غرف مش غرف ايطالي، شركة سباف ايطالية، مش مواسير. بينزل معاها فواني غاز طبيعي. الغرف بيجي بقى فيها عندك فيها اشعال ذاتي، اشعال ذاتي مش للعيون اللي فوق بس، لا ممتد للفرن والشوايه، انا اقدر اشغله بالفرن والشوايه. كمان هيجي فيه الامان الحساس اللي هو الاصفر النحاس ده، الامان بتاعه. الامان ده يعني ايه؟ الامان ده عشان لو حاجه طفت هيفصل النار لوحدها. دي الرجول، ودي الرفوف بتاعته، والحوامل طبعا هوريها لكم دول كلها هنركبها دلوقتي. ده طبعا الرف بتاعه بديل للازاز بتاعه، ده بنركبه، ده منظر وديكور وشكله حلو، ودي التهويه بتاعته برضه. كمان الاكرة فيها اشعال ذاتي، وتخلي بالك من النقطه دي. في بوتاجازات تانية بتقدر لازم تشغل ايديك الاتنين بالمفتاح والزرار، لا هنا الاكرة فيها نفسها اشعال ذاتي، يعني بايد واحده ممكن استخدمه، مش هستخدم ايدي الاتنين. في ناس حابه الموضوع ده تقول لك سهله وكل حاجه، في ناس تقول لك يعني عشان لو باظ هيكلفني ومش هيكلفني، التاني زرار واحد اغيره. فيعني ده مستحب وده مستحب، بس بايد واحده تبقى سهله واحسن طبعا. لو جينا بقى بصينا ورا البوتاجاز هنبص هنلاقي مدخلين ده حسب اتجاه الغاز الطبيعي او حسب اتجاه الانبوبه. مفيش حد يجي يسالني يقول لي ده اتجاه غاز طبيعي وغاز، لا هو حسب اتجاه الانبوبه او غاز طبيعي. لو جينا بصينا بقى وش البوتاجاز من قدام، هتلاقي 5 مفاتيح ومفتاح واحد يا فرن شوايه. كان بيجي القديم كان بيجي مفتاحين، ده مفتاح واحد يا فرن يا شوايه. اللمبه، المروحه والشوايه، والشاشه ديجيتال. هنتكلم عن كل حاجه دلوقتي ان شاء الله بالتفصيل. طيب لو احنا عايزين نشغل فرن، هنشغله ازاي؟ هنحرك المفتاح اتجاه الشمال، هنلاقي النار اشتغلت، والنار زرقاء وحلوه، ما تبقاش عاليه قوي، ما تبقاش طالعه بره الصاج كده، انا مشغل الفرن. تمام.
الجهاز ده ديجيتال تايمر. يعني ديجيتال تايمر؟ ديجيتال تايمر يعني تشغيل واطفاء الشوايه والفرن. يعني تقدر تظبط النار الفرن والشوايه والتايمر يطفي لوحده على وقت. وده طبعا شيء مهم احنا بنحتاجه في الفرن. ممكن نقدر نظبط الفرن على حسب بنعمل كيكه ربع ساعه نص ساعه نظبطه. ديش ده نقدر نظبط الوقت نص ساعه ونرجع نشغله على وقت هيطفي لوحده. تمام. في بقى سؤال كان واحد سالني عليه، اللي هو بعد ما اقفل الباب ب5 دقائق نار الشوايه بتطفي. ليه نار الشوايه بتطفي؟ لازم تكون هي النار شوف زرقاء ازاي، هي بتبقى قويه وفيها مروحه توزيع حراره، هقول لك عليها برضه بس ما ينفعش تبقى عاليه، لو عاليه هتطفي منك، لان لازم تبقى النار تبقى خابطه في الحساس، في حساس اصفر لازم تكون النار الزرقاء دي فيه، لان لو عاليه هتطير منك وهيطفي. كمان في المروحه دي بتشتغل مع الشوايه دي، ودي ميزه برضو مش موجوده في اي بوتاجاز. لو جيت شغلت الشوايه في اي بوتاجاز تاني المروحه ما بتشتغلش معاه. لو جينا اتكلمنا بقى على الاوكر بتاعته ديت من اجمد الاوكر شفتها. الاوكره دي نحاس في فبر. الاوكره دي جامده جدا يعني بصراحه والله، بس مشكله الناس بتشتكي منها كتير، بتسخن. انا فكيتها وشفتها، حاطين طبقه عازل تحت منها باين هو العازل الاصفر ده، والاوكره جامده فبر في نحاس، بس بتسخن. الناس بتشتكي منها بتسخن عشان طبعا ما فيهوش مروحه تبريد، يعني ما فيهوش مروحه تبريد يبرد. فالاوكرا فعلا بتبقى سخنه جامد، فالناس بتشتكي منها، لان السخونيه كلها تطلع على الاوكر دي. والمقبض بتاعه كمان من نحاس، المقبض بتاعه جامد وجميل ونحاسه 100 100. هنا بقى نيجي النقطه اللي بتميز بها فريش في اكتر بوتاجازات. باب الفرن هيدروليك، يعني لو انت متعصبه شاورك تقفلي بره وجيتي ترزعيه، باب الفرن مش هيترزع معاكي ولا يتصدم معاكي، هيقفل على اخر 15 سم كده. الهيدروليك بيشتغل بيقفل الباب، يعني في نص المسافه بيقفلش، في اخر مسافه كده باخر 10 سم بيشتغل الهيدروليك وبيقفل الباب بالراحه خالص. ده شكل الفرن من بره، بس انا شايفه ضيق. ضيق ليه؟ طبقه العزل اللي في الجناب بتاعته كبيره جدا، كبيره، فمضيقه الفرن شويه. فلو انت يعني مهتميه بالفرن هو ضيق شويه معاك هنا طبقه العزل، بس مش بيسخنش، وكمان في مروحه من جوه، فيعني فرنه برضو ضيق واخد شويه. يعني طبقه العزل بتاعته 13 سم، اكبر طبقه شفتها يعني كبيره جدا. وبكده احنا خلصنا. هنتكلم بقى عن ملخص ميزاته وملخص عيوبه. اول حاجه الجهاز ديجيتال تايمر. ديجيتال تايمر يعني يتحكم في الفرن والشوايه بالوقت ويطفي لوحده. باب الفرن هيدروليك سوفت كلوز بيقفل لوحده القفل الناعم. الاوكر نحاس جامده جدا مش بتسيح، الاوكر دي جامده من نحاس. الاوكر فيها اشعال ذاتي، وطبعا دي ميزه زي البلت ان كله كده، ودي ميزه يعني بقدر بايد واحده استخدمه عادي. بيجي معاه فواني غاز طبيعي، غرف غاز مش مواسير من شركه سباف. الغرف ديت كلها ايطالي من شركه سباف. حوامل ظهر جامده جدا جامده جدا، حوامل طبعا احسن من الحديد، بتحتفظ بالحراره اطول فتره ممكن. بيجي معاه حامل قهوه، مدخلين غاز يا يمين يا شمال حسب اتجاه الانبوبه او حسب اتجاه الغاز الطبيعي. موتور خاص بالشوايه، مروحه توزيع ممتازه توزع الحراره للفرن بتشتغل مع الفرن وبتشتغل مع الشوايه. لمبه فرن. سطح البوتاجاز مقسوم ل3 غرف، اتكلمنا عليها وقلنا لو حاجه اتكبت مش هتخش على اللي بعدها، هتقدر تمسحي الغرفه اللي هي اتكبت فيها الميه، الحاجه اللي فرت مني. امان كامل للفرن والشوايه والخمس عيون اللي فوق. اشعال ذاتي كامل برضو، اشعال ذاتي برضو الفرن والشوايه، مش للعيون اللي فوق بس، لا للفرن والشوايه كمان. مقبض نحاس جامد، المقبض ده من تحته من نحاس، جاي معاه جريل تقدر تشوي فيه، تقدر تعملي كفته فيه اللي انت عايزاه. واخر حاجه لون البوتاجاز الاستانلس المطلي بالدهب، لونه جميل جدا. لو اتحط في وسط مطبخك الناس مش هتبص على المطبخ، هتبص على البوتاجاز، على اللون بتاعه، لون البوتاجاز هيخطفهم اساسا. نتكلم بقى عن ملخص عيوبه. اول حاجه نتكلم عليها الاوكر عندنا الناس بتشتكي منها، الاوكر بتسخن جامد. الاوكر دي يا جماعه من النحاس، هي جامده وجميله وكل حاجه بس بتسخن. ليه بتسخن؟ لان مفيش مروحه تبريد. تحت منها في عازل حراري، في تحت منها رف برضو منع السخونيه عشان الشوايه ما تطلعش بمفاتيح، بس عشان هي من النحاس بتسخن. تاني حاجه معانا الفرن ضيق شويه. ليه ضيق شويه؟ لان العازل اللي حاطه في الجناب 13 سم، فيمكن هيكون ضيق معاك فعلا شويه، والمروحه كمان بتفرز بره شويه، ففرنه ضيق، يعني نقول ضيق برضو شويه لحد ما. وبكده انا خلصت، ويا رب اكون فدتكم. مستنيكم في بوتاجاز جديد ونوع جديد، استنونا.